برج السرطان، يا برج السرطان، نجاحك في السنة الجديدة مرتبط بالحاجات دي، لازم تعملها. ايوه، اقف وهتقلب الفيديو ده عشان في حاجات كتيرة جدا تهمك وهتخليك توصل ان انت تكون ناجح نجاح عالمي في السنة الجديدة، من غير وجع، من غير زعل، من غير حزن. والله زي ما بقولك كده، انت بس قول يا رب بعد كل الكلام انا هقوله، ونفذ الخطوات اللي انا هقولها لك، وقبلوا مني البشائر اللي هقولها لكم في الفيديو ده. وما ننساش طبعا نصلي على النبي في البداية. ويلا بينا بقى نشوف ايه النصايح اللي تخلي السنة ديت ناجحة جدا بالنسبة لنا. يلا بينا. بصي بقى يا برج السرطان، انت من اكتر الابراج اللي شالت فوق طاقتها، شالت هم غيرها قبل نفسها، وتعبت وسكتت واتوجعت ما اتكلمتش. وعشان السنة دي جاية تقولك كفاية. ايوه، السنة دي جاية تقولك انت تعبت واتوجعت من اقرب الناس ليك، من ناس كنت فاكرهم امان، بس اللي حصل ده مش ضعف منك، دي طيبة زيادة عن اللزوم. والسنة دي بتقولك ما تحطش قلبك كله في ايد حد. الناس الوحشة، في ناس في حياتك كانت بتستنزفك، ناس بتاخد منك طاقة، كلام، اهتمام، ومش بترجع غير بوجع. السنة دي طاقتك بتقولك اقفل الباب. اقفل باب اي حد محسسك انك قليل او مش مقدر. ابعد حتى لو قلبك هيتوجع، البعد هنا شفا. شفا صدقني. الرزق جاي لك، بس مش بالسرعة اللي انت مستنيها، لكن جاي بالتدريج، جاي بعد صبر، جاي لانك استحملت كتير. بس خد بالك، الرزق محتاج منك خطوة، ما تستناش الحاجة تيجي لحد عندك. اتحرك، جرب، خد مخاطرة محسوبة، واللي ليك هيجي ليك مهما لف. طاقة السنة دي هتكون طاقة ليك يا برج السرطان، وفيها راحة وفيها حياة بعد التعب. يعني مش هتفضل طول الوقت في صراع، ولا كل يوم دماغك هتكون شغالة. في فترات هتحس انك نفسك اخيرا ترتاح، وده لانك بدأت تتعلم تقول لا، حاجة تمشي عليها، ما تحكيش كل حاجة لكل الناس، ما تبررش وجعك، ما تفضلش في مكان انت مش مرتاح فيه، وما تخافش تخسر حد عشان تكسب نفسك. عاطفيا لو في حب فهو محتاج صبر وحدود، ولو ما فيش السنة دي بتعالجك الأول، بتلم قلبك وهتخليك أقوى قبل ما تدخل أي علاقة جديدة. وعايزه اقولك انت مش ضعيف، انت حساس، والفرق كبير. وحساسيتك دي لو اتحطت في مكانها الصح هتفتح ليك ابواب رزق وراحه وناس شبهك بجد. خليك فاكر، اللي تعب ربنا بيجبره، والسنة دي فيها جبر خاطرك يا برج السرطان. ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله، وهتعيش حياة سعيدة، وهتعيش حياة جميلة ليك من تاني. أنا كل اللي عايزاه منك إن أنت تقول يا رب، وما تخافش من اللي جاي، لأن اللي جاي أحسن من اللي راح. وحاول تبعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية، وتبعد عن العلاقات السامة اللي انت فاكرها علاقات حلوة، لان كل الحاجات دي بتتعبك نفسيا. وانت جايلك رزق كبير جدا، لكن جاي في وقته، ما تستعجلش، واللي ربنا كاتبه هيجي بإذن الرحمن. انتوا فين؟ وفي النهاية أتمنى لكم الخير والسعادة اللي هتعيشوه بإذن الرحمن. حاول ان انت تاخد السنة دي سهلة وتفتح أبوابك ليها عشان الدنيا تكون حلوة معاك. مستنيين ايه؟ قولوا يا رب من جوه قلبكم. وفي النهاية خلص الكلام، سلام.